بداية المعترك الأفريقي لمنتخب مصر وفوزنا على زيمبابوي 2-1. الحمد لله كسبنا أول ماتش لينا في البطولة. الحمد لله عملنا أداء زي الطين. الحمد لله بنسبة كبيرة كده احنا أعتقد حتى لو خسرنا الماتشين التانيين هنصعد أحسن توالت بفوزك إن أنت كده معاك 3 بونت. حتى لو خسرت الماتشين التانيين أعتقد ليك فرصة في أحسن توالت، ودي بنسبة كبيرة اللي أنت هتعمله إن أنت تصعد أحسن توالت. انت النهارده في ماتش زيمبابوي ضايعين، ناس غلابه قوي. انت مش عارف تكسب، بتكسب بكور عشوائيه، بتكسب بالولا حاجه، بتكسب بالصدفه. تقول لي يا عم قول الحمد لله وقول ان احنا كسبنا، ده تمني. الحمد لله ان احنا الحمد لله تمنينا المكسب وتمنينا الفوز وربنا كرمنا وصعدنا. لكن انا بقى لو هكلمك عن الكوره عموما، انت ما تستحقش، انت ما تستحقش خالص. الناس بتوع زيمبابوي الغلابه، انت عارف انت كسبت ازاي؟ احنا عشان 120 مليون وهم حسبة مش عارف مليون ولا 2 مليون، فال 120 بيدعوا اكتر من الاثنين، فانت كسبت. انت كده كسبت بالاثنين وكان فاضل الربع، بالاثنين اللي عندك وكان فاضل الربع. انت من غير صلاح ومرموش النهارده انت مفيش. وصلاح كان يعني بيمشي رجليه. مرموش النهارده اناني مفيش كور، بس الراجل هو الخطوره الحاجه الوحيده اللي من عنده. باقي المنتخب احنا بنهرج. حسام حسن تهريج. الشناوي ما ينفعش يمارس كرة القدم. خلاص بقى، خلاص انت عملت ماتش في تاريخك، اعتقد تاريخ الشناوي كله، ماتش اوروجواي اللي هو كان عامله بأداء الى حد ما كويس. ده تاريخ الشناوي. اي حد تاني بقى هيقول لك اصل هو كان جامد في ماتشات مش عارف فين وعمل بطولة إيه. كل ده ما مش موجود. دي ناس اهلاويه بيحبوا الراجل فبيقولوا له كده. لكن الشناوي حارس طول عمره تحت المتوسط، ولما بيكون جايب مستوى بيبقى متوسط. فانت متخيل بقى الراجل ده بقاله 3 سنين بيعمل كوارث. النهارده كورتين، كورتين احنا هنمسك بقى من ورا لقدام وندردش وهنتكلم على حسام حسن اللي جاي يهرج. كورتين الشناوي بيصد الهوا وبيديهم لزيمبابوي يقول لهم حطوا جون، حطوا اهداف. الناس لولا ان هم طيبين وغلابه اغلب مننا، يعني عشان احنا طيبين قوي، اغلب مننا في الكوره. الكور واحده دخل قلشت، واحده التاني ما كانش في حد يكمل عليها، مش ممكن. فالشناوي ان هو بيلعب لحد النهارده في المنتخب، دي وراها علامات استفهام كبيره. يعني انت عارف، انت مثلا ساعات انت مثلا تلاقي في حد بيلعب عشان هو شخصيه قويه، مش شخصيه قويه مثلا في الملعب، لا هو شخصيه قويه عموما، فالناس بتقلق منه فبيلعب. في لعيب مثلا عنده ناس او وسايط بتلعبه، لكن الشناوي شخصيه مهلهله، مهلهله. فمش عارف يعني هو مثلا فمثلا مش فيش حد بيقلق منه عشان كده بيلعب. الغريب ان هو بيلعب في الاهلي، هو بيلعب في الاهلي على ابن شوبير، اللي شوبير طبعا مستعد يبطلها لاي حد. فانا مش عارف الراجل ده وراه ايه. الشناوي ده هيطلع وراه حاجه، هيطلع مخابرات. مش ممكن. يعني شخصيه ضعيفه، شخصيه هشه، بحارس تعبان. مش حاجات كتير تخليه ما يلعبش في العادي، ما بالك بقى ابن شوبير وراه. فشوبير مش عارف يلعب ابنه عليه، فده هيطلع يا مخابرات يا هيطلع شغال في الاعمال السفليه والسحر الاسود. ان الراجل ده بيلعب كوره لحد النهارده. سيبك بقى من الشناوي عشان ما نكترش، عشان هو كده كده اصلا يعني انا بحمد ربنا ان انا زملكاوي بسبب الشناوي. ده الحمد لله ده مش الحارس فريقي. خلصنا. محمد هاني لا جدال، لا جدال ان ده لاعب كوره بالواسطه، مش هكمل كلام كتير عليه. محمد هاني. ندي تقييمات في السريع. الشناوي 2/10، عشان هو تقريبا احسن يعمل لي عمل سفلي. محمد هاني لا تقييم، لا تقييم. يعني يمكن عمل 1/10، 1/10. ومش هتكلم عليه فنان، مش هقول لك عمل وسوى، زهقنا. ومحمد هاني بيلعب عشان هو وسيم. خلصنا. ياسر ابراهيم رجوله، ضرب حزق، فاولات كتير ملهاش اي لازمه. لعيب كرة تعبان طول عمره. 3/10 ده اعلى حاجه وصل لها في حياته. ما اعتقدش ان ده اصلا مدافع يبقى مدافع منتخب مصر. هو اصلا ما ينفعش مدافع للنادي الاهلي، فهو شغال مدافع لمنتخب مصر. انا النهارده
2/10. حسام عبد المجيد موهبة مدفونة ولازم تفضل مدفونة. النهارده الراجل بيهرج، بيتزحلق، بيغطي غلط، بيتلم الجون الاولاني او هو الجون الوحيد اللي جابوه. الكرة بتتلعب بالعرض، الراجل اصلا من ولا المان بتاعه معاه ولا مغطي صح ولا لامح الكرة ولا حاجة. فالنهارده حسام عبد المجيد 2/10. محمد حمدي راجل مجتهد، هو مستواه طول عمره 7/10، ولا بيطلع ولا بينزل. هو العادي هيجي في اي ماتش. خد بالك دي حاجه بتبقى مميزه، يعني انا دي من الحاجات اللي انا بحبها في اللعيب. لو هو ثابت على 5/10 على طول، 5/10، انا بحب ده. ليه؟ انا ضامنك، عارف انت مش اعلى حد، بس انا ضامن منك رقم معين هتديهوني، هتديني رتم معين، هتديني اداء معين في الماتش، انا ضامنه، فمش خايف منك، فتمام. فعشان كده انا بحترم محمد حمدي بسبب كده. فانا بالنسبه لي هو بيلعب من ال5 ل7/10 طول عمره، ما بيتحركش منهم. هو النهارده اداني 6/10. انا متقبل جدا محمد حمدي، يعني انا من الناس اللي بتقبل جدا محمد حمدي. مش جامد، مش اعلى حد هيديك اوفرات، مش اعلى حد هيدافع، مش اعلى حد بس هو انت ضامن منه حاجه معينه هو بيقدمها لك. انت مش خايف الماتش الجاي ما يديهالكش، لا، انت نازل ضامن منه حاجه معينه هيديها لك. فانا محمد حمدي. نيجي بقى للزتونه، لل- لل- للحشو، نص الملعب بتاعنا. كابتن حسام كده كده هنتكلم عليه لوحده. النهارده كابتن حسام بقى قام مدينا واحده 2 6 بيلعب ب2 6، او هو بيدافع عموما قدام زيمبابوي. انا عايزك بس تتخيل معايا افكاره وطريقته لما بيجي يقعد يحضر. الراجل بيلعب بحمدي فتحي. انا حمدي فتحي ده قتلة بحثا بالنسبه لي، ان ده انا كلمت ناس كتير ان حمدي فتحي ده وهو في مراحل الناشئين ازاي لعب كوره. قالوا لي ده بقى، يعني في ناس يعني بس طريقه طبعا وتهريج، ان ده واسطته لواء، اصل مش عارف دفع 200,000، اصل مش عارف جماعه. حمدي فتحي اقسم بالله في اعلى مستوى، في اعلى مستوى ليه هجوميا او دفاعيا او اي حاجه، اعلى يعني. هات لي اعلى مستوى لحمدي فتحي، انا ما اخدوش يلعب معايا وانا واخد حجز خماسي، واخد ناس نصهم عمي ونصهم مشلولين وناس رايحه بعكاز. يعني انا لو دي فرقتي، ناس بعكاز وناس عمي وطرش وكل حاجه، حمدي فتحي ما يجيش يلعب معايا. احس ان هو قليل على الفرقه دي، قليل على الفرقه دي. ده في اعلى مستوى وصل له مثلا في حياته. فانت متخيل الراجل يا جماعه، الراجل ده قسما بالله السالب 100 كده نجاح بالنسبه له في ادائه في كره القدم. الراجل ده ما بيعرفش يلعب كوره، الراجل ده ما بيعرفش يمارس كره القدم. يعني في ناس ما بتعرفش تمارس كره القدم، بس لو يعني شفت، يعني كان في كده فيديو ترند نزل لميسي ومش عارف ايه، وهو الراجل الهندي ده اللي هم كان مش عارف كان ايه، احتفال ايدي ولا حاجه كده، كان في حاجه عبثيه كده. الراجل الهندي ده كان يتبصله الكوره يقوم خابطها تخبط في ركبته تخبط في وشه ما بيعرفش يلعب كوره. الراجل ده هو حمدي فتحي بس متنكر. هو حمدي فتحي ولكن متنكر. فحمدي فتحي المفروض ما يروحش المنتخب، المفروض ما يلعبش. لعبته كان بمروان اللي هو اصلا 6. ليه؟ انا ما اعرفش. اللي هو انت لو هتلاعب انا العب بمهند لاشين مرتاح. الراجل واخد بطوله افريقيا، الراجل عامل ماتشات كبيره، الراجل اصلا اداؤه عالي جدا. مش عشان بقى بطوله افريقيا، مش عشان حاجه. الراجل واخدين الدوري اللي فات اللي هو الاهلي سرقه، واخدين افريقيا، واخدين شويه حاجات. بس هو اصلا حتى لو مش واخد اي حاجه، الراجل ده اداؤه ما ينفعش حد يلعب عليه في مصر، ما ينفعش حد يلعب عليه في مصر. فمهند لاشين انت واخده حطه على الدكه، وبتلعب لي حمدي فتحي. انا لو من مهند لاشين والله هاخد شنطتي وامشي. انت بتهرج، انت مدرب بتهرج. انت جايب لي حمدي فتحي يلعب عليا انا، ومروان عطيه يلعب عليا انا. فدي كريزه نص الملعب جنبيهم امام. انا تمام ما عنديش مشكله. امام جاي عنده كرشين، وجاي الراجل بقى له اصلا بتاع 6 شهور ما بيلعبش ولا 4 شهور ما بيلعبش، وراجع من اصابه، وراجع كان عنده كان تعبان، يعني ربنا يشفيه ويشفينا ويعفي عن الناس كلها، وكان عنده مشكله صحيه. فانت جبته ما لحقش يلعب ماتشين تقريبا، ورحت وماتشين وديين ورحت منزله. هبلعها، الراجل موهوب وبنص رجل يقدر يضيف حاجه في يعني في ايه، بسبب ان انت ما عندكش حد، بسبب ان انت ما عندكش حد. فانا يعني هبلعها واشرب واعصر على نفسي ليمونه وهقول ماشي. لكن مستحيل يا كابتن حسام انت تكون رايح تلعب زيمبابوي وبتفكر انك تدافع. واكبر دليل على ده ان انت لما جيت تبدل قلت مبدل امام، انت برضه خايف، انت خايف ومرعوب.
مرعوب، كل تفكيرك فيه رعب، انت ما عندكش ثقه في نفسك ولا عندك ثقه في الناس ولا عندك ثقه في حاجه، انت عارف ان انت ملط. فبالتالي بتعمل ايه؟ انت مرعوب تطلع حد من الاتنين السته وتسيب امام. امام ما يطلعش، امام بربع رجل هيشوط لك شوطه، هيعمل لك ثرو. يعني لو هو مش شايف وهو كده كده جايب كرشين، عنده كرشين، ومش شايف ومش قادر ومعمي وكل حاجه، هيشوط لك شوطه، هيعمل لك ثرو. وكده كده هو بينكش في الدفاع وبيرجع يدافع وبيقاوح وبيرخم وبتاع. اسحب حد منهم ونزل التبديله اللي انت كنت عايز تنزلها، اللي هي مصطفى محمد، اللي هو انا مش عارف هو ما بداش ليه، واللي هو كان المفروض يبدا وتريزيجيه ما يبداش. تمام، خد بالك انا كنت متوقع التشكيله اللي توقعتها في فيديو ريل. الحاجه الوحيده اللي توقعتها غلط في التشكيله اللي انت عملتها ان انا قلت مصطفى محمد هيبدا وتريزيجيه مش هيبدا. ولكن انت عملت كده، ماشي خلاص، انت عملت كده، هعمل ايه يعني؟ الله يعني الله يسامحك. ولكن انت بقى تغير، تقوم عامل كده، تقوم مطلع امام وتقوم سايب لي بقى. جينا بقى الشوط التاني، مش ممكن، مش ممكن صح. عشان اقيم بس، حمدي فتحي سالب 1000، عشان كده كده الراجل اصلا يعني سالب 1000. مروان عطيه مش فاكر ان انا شفت له حاجه في الماتش، فاعتقد ان هو ما بداش الماتش اصلا معانا، فانا مش هديله تقييم عشان الراجل ما كانش موجود. امام ما لحقش، بس الفتره اللي لعبهم حنكش كده وكان بيهبط برضه وكان بيعك وكان بيلعب لنفسه وبتاع، ف 3 من 10. نيجي لقدام، صلاح كان مختفي لفترات كبيره من الماتش. ولكن انا بتفهم ده، ان انت لما بتروح تلعب فرق صغيره في افريقيا، بالنسبه لهم صلاح انت عارف انت كانك رايح تلعب ميسي، فبيبقى في 500 واحد عليه ماسكينه، فطبيعي الراجل بيفضل طول الماتش طعن، بيجي يخطف لك حاجه زي اللي خطفها. تمام الحمد لله بنكسب. فصلاح انا لو هديله تقييم عام بنظره سطحيه، هديله النهارده تقييم مش حلو، هديله تقييم مش حلو. لكن انا عشان عارف الاسلوب اللي بيتلعب عليه صلاح من الفرق الافريقيه بالذات الفرق الصغيره، فانا عارف صلاح اصلا، صلاح بيكون طعم، وبالذات ان الناس دي بتبقى بتلعب مباشر عليه، الفرقه كلها متسابه وهم بيلعبوا عليه. خصوصا ان انت كمان انت ضيعت 3 اهداف هو اللي عاملهم الشوط الاولاني. الباك اللي هو الشمال اللي عندنا اللي عندهم ضايع، فصلاح اكل عليه عيش. اول 3 هجمات انت ضيعت اجوان محققه، فدي مش ذنب صلاح. فصلاح انا بديله تقييم النهارده محترم. مرموش كان اناني شويتين، عنده شويه عيوب، بس الراجل خطر، الراجل حاد جدا، الراجل الوحيد النهارده اللي عامل لك شكل في الملعب، الوحيد في عز ما هو عنده مساوئ وفي عز ما هو عنده شويه حاجات انا مش قادر احددها ليه هو بيعملها. ولكن الراجل حرفيا هو، انت لو في خطوره حاسس بقلق بدوشه بره بقى. اول 10 دقايق لما صلاح كان هو اللي مسيطر وهو اللي مهيمن وهو اللي عامل لك الاسيستين 3 اللي هم ما دخلوش اهداف. اوفر اول بقى الماتش كله انت مرموش مرموش مرموش، هنا الراجل بيجري، الراجل بيلعب، الراجل حاد، الراجل بيحاول، الراجل بيناكف، الراجل بيشترك في كل كوره، الراجل بيرجع يدافع، بيعمل كل حاجه. مرموش النهارده انا يعني من 8 او 9 من 10 مرتاح. يعني مع العلم ان في ناس كتير بتقول ان النهارده مرموش يا اناني، مرموش بيضيع، مرموش بيشوط وحش. الراجل يا جماعه انت النهارده شيل مرموش من الملعب مفيش منتخب. انت عموما النهارده فلت بالماتش، انت كسبان بالنصب، انت كسبان بالهروب، انت خدت الماتش وخلعت، انت خالع بالماتش، انت ما تستحقش الماتش، ما تستحقش تعادل حتى. لولا صلاح ومرموش اللي هما الاثنين فرقتين، صلاح ومرموش دول فرقتين. انا مش قادر اتخيل ان انا عندي مدرب مش قادر يبقى عنده صلاح ومرموش ومش قادر استغلهم ولحد النهارده لسه بيعك. انا تعبان، انا تعبان. انت عندك فرقتين في ارض الملعب غير المنتخب، يعني انت المنتخب ده فرقه وصلاح فرقه ومرموش فرقه. انت يا جماعه مش ممكن، انت عندك مدرب حرام عليه، حرام عليه. المهم، فانت شيل الاتنين مش هتبقى موجود، شيل مرموش انت وحش. مرموش حاد وقوي وشرس بشكل جبار. هنتكلم بقى على تريزيجيه، اقسم بالله ما خدت بالي من تريزيجيه ان هو في الملعب الا لما اتبدل. وعشان برضه عشان الحلفان يعني ما بيبقاش حرام، انا عارف انه في الملعب، لكن مش ممكن، بشع. تريزيجيه اكتر لعيب اوفر ريتد انا شفته في حياتي. جماعه تريزيجيه نصاب كوره، نصاب كوره، نصاب كوره. ولولا ان صلاح في فتره احنا كنا حاطين عليه لاسباب تانية بره الكوره، تريزيجيه ما كانش اتصيد. بس تريزيجيه اتصيد عشان بيطلع يعيط ويحزق ويمرمط نفسه ويبرمج نفسه في التراب ويضرب نفسه ويلطش ويقوم طالع معيط وبتاع وحاجات. وغير ان هو خارج من الاهلي فطبيعي كده كده هيتصيد.
بره اي كلام، بره اي كوره، هو كده كان لازم يتصيد من الاعلام الاهلاوي. وهو بقى مع شويه النصب، ففي شويه زملكاويه حبوه عشان المنتخب والحماس، وبيضرب في نفسه وبيفضل يضرب في نفسه في التراب و... سيبك بقى من كل ده. كوره نصاب، نصاب. انا النهارده مش حاسس بيه، مش وحتى في اعلى ماتشاته هو برده كذاب ونصاب، لعيب كوره نصاب. فده تريزيجيه بالنسبه لي 1/10. ده تريزيجيه. مصطفى محمد لما نزل، انا مصطفى محمد بقالي سنتين وانا هو راجل زملكاوي وبتكلم على مصطفى محمد الزملكاوي. مصطفى محمد بقاله سنتين بالنسبه لي غير مقنع، مش موجود، ما بيقدمش حاجه. بيلعب عشان هو مصطفى محمد اللي في فترات كان قوي، في فترات كان فترته في مصر كان شرس شراسه مش طبيعيه، وكان مهاجم مرعب. الراجل من ساعه ما احترف قعد فتره كويس وحش، كويس وحش، حلو شويه تمام بس بقاله بتاع سنتين مصطفى محمد مش موجود، مش موجود. يعني ما بيقدمش حاجه، ما بيقدمش شيء. مصطفى محمد انا مش، انا اديله 2/10، يبقى بعمل معاه واجب. اللعيبه اللي نزلت زيزو ضحك السنين. انا لو من حسام، يعني مش من حسام حسن، يعني اعتقد حسام حسن مش هيجيله فكره اصلا يعمل اي حاجه. هو يلعب باك يمين، لان تهجيس فاركو بقى والشغل اللي بيتعمل قدام حرس الحدود وبتاع سيبك منه. الناس دي جايه واكله بني ادمين، هو بياكل قرقش وعظم، فسيبك بقى من اي هجص وسيبك من اي نصب. العب باك يمين، العب باك يمين. تقييمك بالنسبه لي في الماتش ده 1/10، وانا موجب معاك عشان ما حدش يقول لك مش عارف ايه. في لعيبه تانيه بقى نزلت انا اصلا مش قادر اجمعهم بسبب ان احنا ما عملناش حاجه، شكلنا وحش. الحمد لله على المكسب، الحمد لله على الفوز. صعدنا بالماتش، كسبناه وهربنا بالماتش، واحنا لا نستحق، احنا لا نستحق التعادل حتى، ولكن عشان احنا ربنا بيحبنا واحنا غلابه. ده زيمبابوي، انت لسه هتلاعب جنوب افريقيا، بس انت هتلاعب انجولا. انت هتلاعب الناس دي هتعلمك كوره. المنتخبات اللي انت المفروض كنت احسن منهم، ان المنتخبات دي هتعلمك كوره. الحمد لله كسبنا، الحمد لله. احتمال بنسبه كبيره نصعد من المجموعات بسبب فوزك النهارده. نحاول بقى الماتش ده نبني عليه حماس مش اكتر، لان مش هنبني عليه كوره، لان احنا ما عندناش كوره، ما عندناش حاجه. عندنا شويه اسماء قدام بس مش اكتر، شويه اسماء في الخط الهجومي. لكن باقي المنتخب جاي يهرج بالمدرب بتاعنا، جاي يهرج. الحمد لله كسبنا، الحمد لله خدنا 3 بونت، الحمد لله فوز ما نستحقهوش، بس الحمد لله عشان احنا غلابه يعني نستحق فرحه، نستحق بقى نشوف حاجه تفرحنا بسبب ضغوط الحياه والحياه اللي احنا عايشينها والضغوط النفسيه. احنا نستحق حاجه، فرحه كده تمشينا يعني. الحمد لله كسبنا، ان شاء الله نكسب الماتشات اللي جايه زي ما كسبنا النهارده كده. ايه، نسرق ونعدي، نخطف ونعدي خبطتين، اي حاجه. لكن لو احنا هنستمر بالمستوى ده، انا بقول لك اهو من دلوقتي، انت لو صعدت من المجموعات في اقرب فرصه هتمشي. انت بتلعب زيمبابوي اللي هي اضعف من سمنود، اضعف من مراكز الشباب عندنا هنا في مصر، ومش قادر تلعبها، وشكلك وحش. انت عندك صلاح وعندك مرموش ومش قادر، ما عندكش مدرب بينفذ اي حاجه. المدرب بينزل يخبط على صدره وعروقه تطلع ويعض وبتاع ويقول للعيبه انزلوا العبوا كوره وخلاص. دي اسمها كوره، انزلوا العبوها. كان معكم ايهاب السني من قناه مفلسين كوره، اجدع مفلسين في الدنيا. ان شاء الله هنقدم محتوى يعجب الناس ان شاء الله. اعمل لي لايك، سبسكرايب، فولو. هتقابلني، ادعمني ان شاء الله. ما دعمتنيش انت على راسي، دعمتني انت كده كده على راسي. سلام.